مساء الخير على احلى متابعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين نعمل مع بعض طريقه تحليه بطريقه سهله وبسيطه جدا، حاجه كده تنفع في الصيف، تبقى جميله لما بتخش التلاجة وتخرج تبقى طعمها تحفه جدا. هنعمل مع بعض البطاطا النهارده بالكريمه بطريقه سهله وبسيطه. بس قبل ما نبدا اي حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وعلى صحبه اجمعين. هنجيب كيلو بطاطا، هنغسله ونقشره ونقطعه زي ما تحبي، مثلا حلق او مكعبات. وهنروح ضايفين عليه نص كوبايه لبن، ونروح ضايفين عليه نص كوبايه ميه، ومعلقه سمنه ومعلقتين سكر، وروح رافعينه على النار. هنسيبه يستوي كويس مع بعض. هتسويه سوا كامل بس كده. وبعد ما تستوي زي ما هتشوفي معايا دلوقتي كده انا ضفت عليه المكونات والسمنه. طبعا السمنه دي بتدي اضافه جميله جدا وبتخليه كده ريتش اكتر بس كده. وهتروح مستوي بعد ما يستوي معانا. ممكن بقى تهرسيه بهرسة البطاطس او بالشوكة، بس لازم تهرسيه تبقى كريمي خالص بس. وانتي بتهرسيها تاني بتروحي ضايفه عليها نص كوبايه لبن، هتخليها جوسي وجميله. كمان هتبقى طريه معاكي زي الكريمي بالظبط، تبقى كريمه. تضربيها كويس. بعد ما نضربها طبعا عشان نقلبها عشان ما تضربش من جزء وجزء، لا طبعا بنروح مقلبينها ونروح راجعين ضربينها تاني، مفيش ثانيه واحده، ونروح طافيين عليها زي ما انت شفتي معايا كده. واروح جايبين بقى صينيه كبيره او طواجن. انا عندي هنا كان متوفر طواجن فخار، ضفتها فيها بتبقى حلوه، بتبقى كل واحد بيبقى ليه الطبق بتاعه، تبقى احسن بكتير من كل اغرف. او ممكن بتعمليه في طاجن كبير او صينيه، اللي يريحك والمتاح عندك. دي اختياراتك يا حبيبه قلبي. بس ما تضيفيش البطاطا لاخر الطاجن عشان احنا لسه هنحط كريمه، والكريمه خلي بالك بتفور في الفرن، فلازم تسيبي لها مساحه مكان كويس. فهتضيفي البطاطا وتروحي مثلا فردها باي حاجه عندك كده تسويها برضو. وبعد كده هنروح سايبينها ونروح عاملين بقى ايه الكريمه بطريقه سهله جدا وجميله. مكونات الكريمه هنجيب كوبايتين ونص لبن، وهنضيف عليهم كوبايتين معلقتين سكر. وطبعا الاول هنضيف عليهم معلقه كاستر ومعلقه نشا، او ممكن تحطي الاتنين نشا، انما انا بحب احط واحده كاستر واحده نشا، بتدي طعم جميل. معلقتين سكر، طبعا السكر ده حسب الرغبه، عايزه تزوديه اللي يريحك. وتروحي مقلباه كويس جدا عشان النشا والكاستر ما يخرزوش في اللبن. ولازم تبقى ايدك وهي على النار، لازم على طول تفضلي تقلبيها عشان ما تكلكعش منك، تطلع كريمي خالص، ما يبقاش فيها اي تكتلات بس كده. وطبعا لبن انت بتضيفيه بارد، كله على البارد، وتروحي مولعه عليه النار وتسيبيه تفضلي تقلبي فيه. ولما تحسي اللي هي دخلت في السوا هتروحي حاطه لها معلقه قشطه، دي اختياري، كريم جانتيه موجوده عندك، معلقه قشطه، معلقه سمنه بلدي، اللي يريحك. دي بتخلي الكريمه كده بتبقى ريتش اكتر وتبقى طعمها احلى طبعا بس. والمتاح كده ايه، خلاص ادام غليت كده تروحي طافيه عليها على طول، ما تحاوليش تسيبيها تغلي كتير عشان ما تكلكعش منك وتلزق في الحله. هنا انا خلاص كنت صبيتها، كمان ضفتها على البطاطا، واروح حطاهم بقى في صينيه كبيره، واروح حطاهم في الفرن. اكون مولعه الفرن الاول مثلا مده 5 دقايق، واسيبهم في الفرن كده ايه، مثلا ياخدوا بس وش. لو ما خدوش وش تروحي فاتحه عليهم الشوايه، بس ما تسيبهاش في الفرن كتير عشان الكريمه ما تنشفش. هنا كانت لسه طالعه والله سخنه خالص، فحتى ما كنتش عارفه امسك الطاجن. البطاطا طالعه كريمي، والكريمه طعمها تحفه جدا ما شاء الله. وبس دي بتتحب تتاكل بقى، تبقى طالعه من التلاجة كده، بتبقى جميله وتحليها جميله قوي. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهارده. ولما تنسوش اللايك ولا الشير. لو اول مره تشوفوني في القناه فعلوا الجرس عشان اوصلكوا كل جديد يا حبايب قلبي. ولو في اي حاجه مثلا عايزين اعملها لكم اكتبوها لي في الكومنتات.